وسهلا استاذ اسامه، اهلا وسهلا بيك. كلمنا عن فعاليه العرس الرياضي النهارده. والله ده اختبار الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي ده بيعمل اختبارات عشان يهيئ اللاعب لدخول البطولات الافريقيه اللي ان شاء الله هتقام في مصر تحت اشراف رئيس الاتحاد الافريقي الكابتن شريف مصطفى، وجبنا الموافقه منه الحمد لله رب العالمين باقامه الاختبار الافريقي في نجا حمادي. وحضر الكابتن الخبير الكبير مراد عباس والكابتن ايهاب مدرب منتخب جمهوريه والمشرف العام حاليا على المنتخبات، وحضرت جميع هيئات الكونفو المشارك فيها الالعاب الرياضيه هنا، وفريق السيدات بعدد لا يقل عن 250 لاعب ولاعبه الحمد لله. عدد المكرمين النهارده كان عدد المختبرين طبعا في حدود 140 دارس وحدود 45 فتاه وحدود برضو 14 مدرب على مستوى مراكز شباب على مستوى مراكز شباب نجا حمادي. المراكز دي كانت مشاركه النهارده. طبعا مركز شباب نجا حمادي، مركز شباب ابو عموري، مركز شباب الحلفايه، نادي ريفورم، برضو مركز شباب اولاد نجم، صالات خاصه تتغنى، وصاله خاصه برضو من نادي بشيك السكر ونادي مركز شباب بركه. تعرف بيكي؟ انجي عفت. انا الكابتن رافع اسعد. كلمونا بقى عن رياضه الكونفو، من امتى بتتدربوا فيها؟ انا جربت اكمل سنه فيها. يعني الشهرين الجايين ابقى كده كملت سنه. اما انا بقى فقبل ما انضم للفريق فمن صغري وانا عملت على تدريب نفسي لان الكونغ مش بالنسبه لي لعبه. حاجه جميله انه البنات يشاركوا في هذه الرياضه القتاليه، يعني رياضه عنيفه ورياضه، بس اضافت لكم ايه الرياضه دي؟ هي غيرت طبعا كتير في الشخصيه، في ان احنا بقيت شخصيتنا قويه. ويعني احنا اتمنى ان احنا في الايام الجايه ان احنا نبقى قدوه لبنات نجا حمادي والصعيد عامه. هي جميله. هي طبعا غيرت شخصيه كتير زي ما قالت انجي. قبل اي حاجه علمتنا الاخلاق الكريمه، والكلام ده بشهاده الجميع. يمكن كان لسه الدكتور بيتكلم عن موضوع الاخلاق، فالكوتش بصراحه علمنا القيم الرفيعه قبل ما يعلمنا الرياضه اصلا. فهي علمتنا الثقه بالنفس، الاخلاق الطيبه، علمتنا الروح الرياضيه، علمتنا الحب والتفاؤل ما بين الناس. شاركتوا في بطولات قبل كده ولا دي اول مره تتكلم؟ شاركت في بطوله اساليب جمهوريه في جنة. وطبعا احب اشكر الكابتن اسامه جدا على المجهود اللي عمله معانا، وشكرا ليكم برضو. اما انا شاركت برضو في بطوله جمهوريه، كنت واخده لقب بطله الصعيد في السانده. والشكر كله طبعا كان يرجع للكابتن اسامه ولرئيس الاتحاد الاستاذ الدكتور شريف مصطفى. والكابتن اسامه طبعا هو اكتر انسان بذل معانا مجهود كبير جدا في السانده، وطبعا كل اللي حواليا منهم كابتن بلال وفريق، وبرضه فريق ابو عموري وكابتن محمود بخيت، كل دول كانوا حواليا في البطوله. فانا حابه اشكرهم، حابه اشكر كل اللي وقف معانا، مش شرط اللي وقف معايا عامه. اشكر الكابتن احمد صديق، اشكر الكابتن معاذ، اشكر الكابتن عمرو، لان احنا هنا قبل ما بنتعامل ككابتن ولعبته بنتعامل على اساس ان احنا اخوات. بالظبط. نظرة المجتمع للفتاة ان هي تخش في رياضة قتالية زي كده، يعني ايه دور الأسرة؟ كان ليها دعم معاكم ولا كانوا رافضين الفكرة؟ طبعا دعموني جدا لما قلت لهم ان انا عايزة العب رياضة زي دي، وما رفضوش خالص، بالعكس شجعوني فيها، وكانوا دايما في كل بطولة او كل اختبار بروحه كانوا بيفضلوا مبسوطين منه وفخورين بيا. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا ليهم كمان. ما تعرضتش مع الدراسة اللعبة؟ انا تانية ثانوية فندقية، تانية سياحة وفنادق. الكابتن أسامة طبعا كان بيدينا محاضرات تنمية بشرية، كيفية إدارة الوقت، ازاي نفرق، ازاي يعني مثلا ننظم الوقت من التمرين للمذاكرة. فده ساعدني ان انا اكون من الاوائل في المدرسة وفي التمرين. اما بالنسبة للعادات والتقاليد فما كانتش بتعيقنا اي عادات وتقاليد. يعني كابتن أسامة عودنا ان احنا نبتعد عن العادات السلبية. اما بالنسبة لاهلي فوالدتي زي ما انت شايف بتدعمني في كل وقت وفي كل حين. الكابتن أسامة كان دايما بيقول لنا وما زال بيقول لنا البنت منكم ب100 راجل. جميل. علمنا ان البنت مننا ب100 راجل، ان احنا ما بنعملش حاجه غلط. الرياضه عمرها ما كانت حاجه غلط، بالعكس الرياضه دي كانت اخلاق. الرياضه علمتنا التسامح، علمتنا الاخلاق، علمتنا ازاي نعرف نتعامل مع الناس. فمن الصعب جدا ان احنا نلاقي كابتن زي كابتن أسامة. بالنسبه لي لقب اسم كابتن
ما يعني ما ينطبقش على كابتن غير الكابتن اسامه. الف مبروك الف مبروك.